بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله كده ونبدأ الفيديو. زي ما حضراتكم كده شايفين، النهاردة بإذن الله هنعمل قرنبيط. بس قبل ما نبدأ نسمي الله وأعرفكم على نفسي، أنا مبسملة ودي قناتي، قناة الجودة بالموجود. بإذن الله فيها كل حاجة تخص الست، ست بيت زي أي ست بيت. أنا يعني بتحاول توفر في الوقت اللي احنا فيه ده. النهاردة بإذن الله هنعمل القرنبيط. طبعا تنقي قرنبيطة حلوة. جبت قرنبيطاية وبعدين فصصتها. ما فصصها امسك كل واحدة زي ما حضراتكم كده شايفين، اشيل الحتة ايوه اللي انا بشاور عليها دي، اشيلها تكون كده يعني رفنعة شوية. وادي القرنبيط بعد ما عملته كله بنفس اهي الحتة دي، في حتة كده بتبقى بره عليها تتشال. سهل جدا، وده يعتبر دلوقتي كنتاكي الفقراء، كنتاكي بتاعنا يا جماعة. وطبعا الخلطة بتاعته ايه، توم وطماطم وخضرة. ده اللي انا بحطه، توم وطماطم وخضرة. طبعا هنا ميه مغلية، طبعا هي غلت وانا كنت يعني وطيت بعد ما غليت، وبعدين نزلت القرنبيط عشان يتسلق. وخدوا بالكم في السلق، لا يتسلق قوي قوي وفي الاخر يتهري يعني. خدوا بالكم جامد، ما تسيبوش وتروحوا في حتة، خليكم واقفين قدامه. الحاجات خدتها على الخلاط، وكمان عملت معاهم بيضتين وشوية مية صغننين في الخلاط عشان بس الخلاط يدور. ادي الخلطة بعد ما اتضربت، اللي هي التوم والطماطم وحبة من الخضرة، ما خدتش الربطة كلها يعني. ابدأ بقى والبيضتين، ابدأ بقى اضيف لهم التوابل، ملح، دي كزبرة، دي كزبرة ناعمة، شطة، طبعا ده حسب الرغبة الشطة يعني، ورشة كمون. وطبعا لو في عندك بابريكا يكون برضو افضل، انا ما كانش عندي بابريكا. وطبعا هنزود دقيق عشان الخلطة تتقل، لازم الدقيق الخلطة تتقل. طبعا برضو لكل عروسة لسه متجوزة ومش عارفة الكلام ده يعني، الدقيق عشان تخلي الخلطة كده تتماسك اكتر وتتقل يعني. وهتزودي دقيق حسب اللي انت شايفاه قدامك يعني، لغاية كده ما الطول بتاعها يعجبك، كل واحدة وحسب الحالة اللي قدامها يعني. انا زودت دقيق لغاية ما عجبني القوام بتاعها. بالنسبة لي لازم تكون تقيلة كده شوية. هنا بقى كده خلاص، انا كنت خلاص يعني كل حاجة بالنسبة لي تمام. هنعمل ايه بقى؟ في ناس بيحطوا الكلمات في الخلطة، نيجي نقليه في الزيت الخلطة تقع في الزيت، او الخلطة يعني ما تكونش متماسكة. انا معايا متماسكة وكل حاجة، بس عشان زيادة حرص وزيادة تأكيد وزيادة يبقى غلاف حلو قوي للقرنبيطاية يعني. هنعمل ايه؟ انا هنغطس القرنبيطاية في الخلطة وبعدين هنغلفها تاني بالدقيق. ادي دي حبة دقيق، حطيت عليهم رشة ملح، رشة شطة، وحطيت معلقة نشا. طبعا معلقة النشا قرمشت معايا الكرنبيط شوية، ادته طبقة خارجية مقرمشة شوية، عشان انا بحبه يعني طري، طري مع مقرمش سنة. لو بتحبيه انت من بره يعني ناشف قوي زودي النشا. انا كده طلع معايا بالنسبة لي كويس، مقرمش حاجة بسيطة من بره وطري من جوه. حضرتك بقى عايزاه مقرمش قوي تزودي النشا.
بدأت بقى اخد كل واحدة اغطسها في الخلطة وبعدين اغلفها بالدقيق، يعني يبقى الكفر بتاعه من بره دقيق قبل ما نحطه في الزيت. والزيت يا جماعة يبقى حبة حلوين كده، ما ينفعش نحط حبة زيت صغيرين عشان ممكن تقليه يتحرق. لا، اهتموا كده بالزيت في القرنبيط بالذات، يبقى الزيت حبة حلوين. حاجة اتعملت ارجعي حطيه في الدقيق تاني. هعمل بقى كله بالمنظر ده. احط القرنبيطاية في الخلطة وبعدين اغلفها بالدقيق. كله كده يبقى نفس الوضع. وهو ده كان الشكل النهائي بعد ما قليته. طبعا اختصرت لكم الفيديو عشان ما يطولش يبقى ممل. لو عجبك الفيديو يا باشا ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني بإذن الله كل جديد، وتحطي لي اللايك وتروشي كده الفيديو، وتحطي لي التعليق الجميل منك يا ست الكل. كده بالنسبة لي مية مية. قرمشة حلوة من بره وطري من جوه. أكلة موفرة وفي نفس الوقت سهلة. تعالي نفتح الواحدة دي. شايفين الغلاف من بره متماسك قد ايه؟ ها، ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ طب والله جعت. مع ألف سلامة.